تعاقد الريال مع أرنولد يعتبر شراء بضاعة فاسدة. ماذا دعني أوضح لك الأمر؟ ليس هناك غبار على مستوى أرنولد الهجومي، فهو واحد من أمتع وأفضل الأظهرة في العالم على المستوى الهجومي، ويساهم بشكل كبير في صناعة الأهداف أو تسجيلها في الأوقات القاتلة، ولكن مستواه الدفاعي كارثي للغاية، وكأنه رجلا عجوز يبلغ من العمر 75 عام يركض في أرضية الملعب. هناك إحصائية تقول بأن لوكاس فاسكيز الذي يعتبره جمهور ريال مدريد هو أسوأ ظهير في العالم تمت مراوغته 27 مرة بشكل صحيح هذا العام. في المقابل ألكسندر أرنولد يعتبر هو رقم 1 في العالم الذي تمت مراوغته بشكل صحيح بواقع 71 مرة هذا العام، بالإضافة إلى أن 70% من الأهداف المسجلة في مرمى ليفربول هذا العام كانت من الجهة التي يلعب بها ألكسندر أرنولد، وبالتالي هذا سيشكل خطر كبير على دفاعات الريال الموسم المقبل. لا أدري إن كانت هذه الإحصائيات مهمة بالنسبة لكم أم لا، اترك لنا رأيك في التعليقات. هل سينجح أرنولد مع الريال أم أنه سيكون نسخة أقبح من فاسكيز مع ريال مدريد؟ وإلى اللقاء.